ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده وصفه حلوه قوي من الجلاش. هنعملها بطريقه سهله جدا من غير شغل كتير ولا هنتعب فيها خالص. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد مننا وقت، والنتيجه بجد حلوه جدا زي ما انتم شايفين. وحدات الجلاش جميله ازاي طبعا، ورشينا عليها بقى رشه فستق كده لزوم الحركات بقى، بجد طعمها حلو قوي. يلا بينا بقى ندخل على طول على الفيديو عشان نشوف هنعملها ازاي. في الوصفه دي معانا النهارده لفه، واللفه دي نص كيلو صافي، نص كيلو من الجلاش الطازه. ولازم تكون معانا طازه زي ما انتم شايفين كده. ومعانا طبعا سمنه سايحه، تقدري تحطي سمنه على زبده مفيش اي مشكله، بس انا بفضل انه يتعمل بسمنه بلدي صافي. تمام. هنجيب بقى كده بورد التقطيع بتاعنا، وهنجيب لفه الجلاش، وهنحضر صاج معانا او صينيه زي ما تحبي. وهندهنه طبعا بالسمنه. هنجيب بقى معانا سكينه حاميه جدا، وهنبدا نقطع بيها الجلاش دي الى حلقات كده. بس مش حجمها كبير ومش صغير، يعني مسافه مثلا نقول صباعين لكل قطعه. تمام. هنقطع بقى بالراحه كده. طبعا اللفه طبعا معانا جامده، بس انا جايبه بقى معايا الترانش الكبير ده والمشرشر عشان يديني بقى نتيجه في التقطيع حلوه زي ما انتم شايفين كده. هقطع بالراحه كده بالطريقه دي. طبعا انا هنا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200. هكمل بقيه التقطيع ونشوف مع بعض. جبنا معانا الصاج بتاعنا، تقدري تستخدمي صينيه زي ما قلت او تستخدمي حجم اصغر مفيش مشكله. هناخد بقى واحده واحده وبالراحه كده، وهنلفها حلو طبعا لو فكت مننا، وهنبدا نرصها في الصينيه بالشكل ده جنب بعض، مفيش اي مشكله خالص وما تقلقيش. طبعا بالنسبه للشربات بتاعنا، الشربات بتاعنا بيكون بارد وتقيل. وطبعا انا عملت معاكم شربات الحلويات قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف علشان ترجعي وتستخدميه او تعمليه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها مع بعض. شربات الجلاش من شربات الحلويات الشرقيه اللي بيبقى تقيل زي الكنافه، صوابع زينب، بلح الشام. بيختلف عن شربات البسبوسه، لان شربات البسبوسه بيبقى خفيف وبيبقى سخن. بنرص بقى بالطريقه دي كده، هرص واكمل الرص ونشوف مع بعض هنعمل ايه. رصيت بقى قطع الجلاش كلها كده، وهجيب عندي بقى سمنه، وبالفرشه كده بقى هغرق الجلاش كده حلو، واديله كده بقى طبقه سمنه حلوه وما تقلقيش خالص. السمنه اللي لما بيطلع قبل ما بنحط الشربات احنا بنصفي اي سمنه موجوده. هو بيطرد اي حاجه زياده، هو بياخد بس احتياجه من السمنه. فما تقلقيش خالص. هنظبط بقى السمنه بتاعتنا كده على وش الجلاش بالطريقه دي. طبعا الجلاش من الحلويات بجد اللي مفيش حد فينا مش بيحبه. وهنعمله ان شاء الله باذن الله كذا طريقه للجلاش باذن الله في الحلقات الجايه ان شاء الله، وصفات كتير انتظروا باذن الله. عملنا قبل كده طبعا المكشكشه الساده. هنعمل برضو ان شاء الله، اعمل لكم في حلقه المكشكشه اللي بالكريمه اللي هي الترند الاصلي اللي كان طالع في رمضان اللي فات. وان شاء الله باذن الله نعمل جلاش محشي بقى كريمه، ونعمل جلاش محشي بالكنافه. بجد طعمه تحفه. ان شاء الله باذن الله وصفات جايه ان شاء الله انتظروها. هغرق زي ما قلت لكم كده. شايفين خلاص انا كده بظبط كل قطعه الجلاش بتاعتي بالسمنه، وزي ما قلت لك ما تقلقيش خالص من الموضوع ده. ظبطت بقى كده، واي حاجه الاقيها انها محتاجه تاخد سمنه مفيش اي مشكله. هخلص بقى كده بالشكل ده كده، وزي ما قلت الفرن بتاعي متسخن من اول ما بدأت اشتغل على درجة حرارة 200. هاخد بقى الصينية بتاعتي واحطها في الفرن لحد لما ياخد اللون الذهبي الجميل. وبعد ما خد اللون كده الحلو ده، هطلعه بقى كده وابدأ اسقيه بالشربات او بالسيرب التقيل بتاع الحلويات. وزي ما قلت لك هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا بعمل كمية وبحطها في البطرمانات كده واحتفظ بيها في التلاجة عندي لأي وقت أحب أعمل كنافة، أعمل جلاش، أعمل حلويات شرقية محتاجة الشربات التقيل، فبطلعه واستخدمه على طول زي ما انتوا شايفين كده. بس ايه بقى واحدة واحدة كده. وطبعا الجلاش من الحاجات اللي بتحب الشربات، بتحب تقعد شوية في الشربات علشان تشرب منه بقى وتيجي تاكليه كده تلاقيه مقرمش وفي نفس الوقت فيه شربات حلو، فلازم نسقيه حلو بالشكل ده. وطبعا الشربات الزيادة هنصفيه مفيش أي مشكلة خالص. اهو بروح واعيد كده على خلاص كده انا اديت له الشربات التمام المظبوط
بالشكل ده كده. هبدأ بقى اسيبه بقى شوية لحد لما يتشرب الشربات بتاعه. وبعد كده هنقله بقى في الطبق بتاع التقديم. شلت بقى الجلاش بتاعي في طبق التقديم واديت له رشه من الفستق كده. تقدري طبعا ما تستخدميش مكسرات، براحتك، تقدري ترشي سوداني، اي نوع مكسرات انت بتفضليه. بجد عايزه اقول لك الجلاش بتاعنا النهارده حلو جدا وسهل جدا، ما خدش مننا اي وقت. دي كانت وصفتي ليكم بجد. ان شاء الله يا رب تعجبكم، مستنيه رايكم في الكومنتات علشان بجد رأيكم بيساعدني جدا جدا. وصفتنا النهارده كانت الجلاش بطريقة سهلة جدا جدا، وردة جلاش كده من غير أي تعب ولا لف ولا حاجة، بأسهل طريقة ممكن تعمليه وما خدش مننا وقت خالص. دي كانت وصفتي ليكم النهارده. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفة وحاسة ان انتي استفدتي، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وانتظروني ان شاء الله في وصفات جاية كتير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.